اوعى تكون بتعمل الحاجه دي في كليتك وانت ما تعرفش. انا النهارده جاي اكلمكم عن حاجات تخص صحتكم. لو الموضوع مش مهم قلب الفيديو وما تستناش تتفرج عليه للاخر، بس انا متاكد انك لو كملت الفيديو للاخر كده كده هتخاف على نفسك وهتخاف على صحتك وهتحافظ على كليتك من اللي انا هقوله ده. ممكن تكون ما تعرفش ان كليتك في الطبيعي بتنقي مليون شمعة من الفضلات، فطبعا سعادتك بتيجي بكل بساطة كده تقول انا ما بشربش غير لما بعطش. طيب يا عم اللي ما بتشرب وقت ما تعطش، اسمع بقى الكلام ده ليك وليكي. وطبعا احنا كلنا بنعيش الدور ده. انت تعرف ان كليتك هي الجهاز الوحيد اللي بتشتغل بضغط الدم؟ طب انت تعرف حضرتك ان اصلا في كل دقيقة كليتك بتحتاج ربع كيلو دم من دمك، يعني 250 ملي دم في كل دقيقة. شوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى في صنع جسمك، وانت بكل بجاحة بتقول انا مش هشرب غير لما اعطش. بص بقى، المطلوب منك انك تشرب من 2 ل 4 لتر يوميا بمزاجك او غصب عنك، لان اكبر مشاكل بتحصل في الكلى بسبب قلة شرب المية. ده رقم 1 في المحافظة على كليتك. رقم 2 بقى وهو كل البراشيم المسكنات اللي منها الفولتارين والاسبرين والبروفين، كل البراشيم اللي انت بتستخدمها بكل بساطة. طبعا المسكنات شيء جميل، اختراع جميل للبشرية، بس للأسف 50% من الناس بتعالج من أمراض الكلى وغسيل الكلى هم اللي بياخدوا المسكنات بشكل مستمر. إن الأبحاث أثبتت حاجات دي هي السبب الأساسي في غسيل الكلى وفي الفشل الكلوي. انت ممكن تستخدم مسكنات وهي اللي اتعمل عليها أبحاث عالية جدا، احنا كلنا بنستخدمها في حياتنا بشكل عادي، وهي البنادول والبارستامول والبراشيم البسيطة اللي هي لو أخدت منها كمية عامة مش هتأثر عليك، وهي مسكن بسيط جدا ممكن انت تحافظ على نفسك من خلالها. فأتمنى ان انت تحافظ على نفسك، اشرب مية، ابعد عن المسكنات بشكل دايم على قد ما تقدر، عشان للأسف شباب كتيرة جدا جدا عندها مشاكل في المستشفيات بتغسل كلى في سن صغير، وده مش العادي خالص. حافظ على نفسك، صحتك أهم.